أحمد عبيد، أمين عام مساعد نقابة صيدلة مصر. احنا بعد إقرار الكادر من رئيس الجمهورية كان في سلسلة من المفاوضات قبل كده مع لجنة الأزمة برئاسة اللواء العصار. كان في اتفاقات معينة، فوجئنا إن كل الاتفاقات ديت اتركنت على جنب، وفوجئنا بإن وزيرة الصحة رفعت المشروع وأقر من رئيس الجمهورية. فما كانش قدامنا خيار غير إن احنا نبدأ بالتصعيد عشان نقدر نحافظ على حقوق الناس ونحافظ على كرامة الصيادلة في مصر. بقول تاني ان احنا مقدرين ظروف البلد جدا، واحنا النقابه الوحيده اللي علقت الاضراب يوم 22/1 ويوم 5/2 استجابه للوعود اللي حصلنا عليها او الاتفاقات اللي تمت مع لجنه الازمه. لكن فوجئنا باقرار القانون، فما كانش قدامنا غير اننا نبدا التصعيد. بدانا بنفسنا، عملنا اعتصام من يوم الحد اللي فات، مش الحد اللي قبله، النهارده تقريبا اليوم العاشر للاعتصام لاعضاء مجلس النقابه العامه. بيبقى في مشاركه من بعض النقابات الفرعيه معانا بالتناوب. يوم الأربعاء اللي فات 12/2 بدأنا إضراب جزء للصيادلة الحكوميين. يوم السبت عملنا مسيرة لمجلس الوزراء عشان نحاول نوصل رسالتنا. النهارده هنعمل مؤتمر صحفي نعلن فيه نتيجة الإضراب اللي كانت موجودة على الأرض في معظم المستشفيات الحكومية. يوم 26/2 هدفنا إنه يبقى يوم لصيادلة مصر. سيتم إغلاق كل الصيدليات الأهلية من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 2 الظهر، وهيتم إغلاق كل الصيدليات الخارجية في المستشفيات الحكومية. هدفنا مش ان احنا نأذي المريض المصري، هدفنا ان احنا نوصل رسالة بنقول ان الصيادلة دي فئة مظلومة، ان الناس دي لها حقوق، ان الدولة المفروض تستمع لصوت العقل وتحاول على الاقل تقعد مع الناس وتلبي مطالبهم. وبأكد تاني ان المطالب المادية احنا ما عندناش مشكلة فيها خالص، احنا عندنا مشكلة، ما عندناش مشكلة في تجزئة الفلوس او ان احنا نقعد على فترة طويلة. مقدرين ظروف البلد جدا، بس الكرامة ملهاش علاقه بالفلوس. الوضع الاداري والوضع المعنوي اللي موجود في المنظومه الطبيه ملوش علاقه بالفلوس، عشان بس محدش يطلع يزيد علينا ان احنا بنستغل ظروف البلد. لا، ده خالص. يوم 1/3 هيبقى في جمعيه عموميه، هتبقى صيادله مصر هم اصحاب الكلمه الاولى والاخيره مش المجلس، في ان احنا نستمر في التصعيد قد ايه، نستقيل من الحكومه، نمشي، نقفل الصيدليات، ايا كان القرار. هيبقى قرار التصعيد قرار الجمعيه العموميه وقرار الصيادله، واحنا كمجلس لن نملك خيار غير ان احنا ننفذه. ما عندناش اي حاجه ثانيه. خلال ال10 ايام الاعتصام ما فيش اي من المسؤولين تناقشوا معاكم او استجابوا لاي مطالب من المطالبين؟ احنا كمجلس نقابه خاطبنا الجهات الرسميه المسؤوله. رئيس الجمهوريه هو اللي اقر القانون، فاحنا خاطبناه رسميا بان احنا طالبين لقاء عاجل معاه عشان نقدر نشرح حقيقه الامر، لان احنا نثق ان العرض اللي كان عليه ما كانش عرض بالامانه الكافيه، لان الاربع نقابات المهنيه رفض المشروع. خاطبناه رسميا، لحد دلوقتي ما تمش الرد علينا. وزاره الصحه خاطبتنا مرتين عن طريق وسطاء ان يعني تحاول العمل لقاءات وكده، احنا رفضنا. خاطبتنا رسميا تاني عشان نروح نشارك في صيغه اللائحه التنفيذيه، رفضنا، لان احنا لا يمكن ان احنا نشارك في لائحه تنفيذيه القانون احنا رافضينه اصلا. يعني ما هو اللائحه هتبقى مفسره لبنود القانون، القانون نفسه مرفوض، فنروح نشارك فيه ازاي؟ وفي الاغلب الاربع نقابات المهنيه رفضوا المشاركه في اللائحه التنفيذيه للقانون. شكرا.